ده مهندس احمد مهندس معماري شغال في شركه كبيره ومشاريع ضخمه، اما ده مهندس هاني مهندس مدني شغال في شركه صغيره ومشاريع عاديه. العامل المشترك ما بين الاثنين انهم من سنه كانوا شغالين في نفس الشركه وفي نفس المشروع كمان. بس يا ترى ايه اللي حصل علشان احمد يتنقل النقله الكبيره دي؟ هقول لك في الفيديو ده سر اللي غير حياه مهندس احمد، وهقول لك كمان ازاي تكون زيه. في يوم مهندس احمد ومهندس هاني قابلهم مشكله في المشروع في التنسيق ما بين شغلهم واعمال الكتروميكانيكال، واللي كانوا بيواجهوا صعوبه في فهمها. بس مهندس احمد قرر يحل المشكله فورا ويتعلم اكتر عن اعمال الكتروميكانيكال، لكن مهندس هاني قرر يأجل الموضوع وما يواجهش المشكله وما ادهاش اولويه ولا اهتمام. لكن وقت الحصاد جه بعد سنه، لكن بشكل مختلف على الاثنين وبشكل غير متوقع. اللي بدأ من سنه دلوقتي بيمسك اجتماعات يفهم كل كلمه، حتى الاجتماعات الفنيه لكل قسم زي ميكانيكا وكهرباء وصحي. اللي لسه بيأجل بيحضر الاجتماع مش فاهم نص الكلام. اللي بدأ من سنه فاهم التكييف والحريق والصرف وكهرباء. اللي مأجل لسه بيتلخبط في الرسومات ومش عارف تسلسل البنود مع بعضها. اللي بدأ من سنه بيتكلم مع كل التخصصات بثقه. اللي مأجل لسه مش قادر يفهم ولا ينسق ما بين التخصصات المختلفه وبعضها. اللي بدأ من سنه اترقى او لقى فرصه شغل اكبر واحسن في شركات ومشاريع كبيره، لكن اللي لسه مأجل بيقول هيبدأ اول الشهر وكل شهر بيعدي من غير اي انجاز. اللي بدأ من سنه سبق، لكن اللي بيأجل كل تأجيل بيبعده خطوه ابعد عن اللي هو عاوزه. مفيش مهندس اتقدم وهو واقف مكانه، اللي بيتقدم هو بس اللي خد الخطوه قبل غيره عشان يكون جاهز لما الفرصه تجيله. لو انت كمان قررت تاخد موقف وتحل مشكله ما تقبلش زي مهندس هاني، بنقدم لك الحل في دبلومه الالكتروميكانيكال للمهندس المدني والمعماري اللي غيرت مسار مهندسين كتير بدأوا بيها من سنين، وجاء الوقت ان تبدا انت كمان. ابعت لنا دلوقتي قبل ما تيجي السنه الجايه وتقول يا ريت كنت بدات من بدري.